اهم ميزات الذكاء الاصطناعي اللي اتوفرت في سلسله جالاكسي اس 25، الجهاز الجبار جدا اللي شركه سامسونج اعلنت عنه في خلال الايام اللي فاتت، اللي عامل ثوره في الذكاء الاصطناعي. الجهاز حرفيا بيعتمد في كل حاجه على الاي اي. فاحنا في الفيديو ده هنستعرض ابرز او اهم المميزات اللي انضافت في الجهاز ده الخاصه بالاي اي. اول ميزه معانا هي ميزه جيميناي لايف، وهي عباره عن اوامر صوتيه لحظيه زي مساعد جوجل او سيري في الايفون، ولكن هنا الموضوع جاي بتطوير رهيب وتعمق اكتر في الاوامر دون نسبه خطا. يعني انت تقدر تقول للجهاز يعني لخص لي المقاله دي، طب بعد ما لخصتها حولها لي لملف بي دي اف، لا انا عايزها كذا. اوامر صوتيه بينفذها لك بالحرف الواحد، تحس فعلا انك بتتكلم حد شغال عندك او واحد صاحبك. ده غير كمان الاوامر البسيطه اللي ما فيهاش نسبه خطا اطلاقا. شغل لي الفيديو الفلاني، طب وقف لي الفيديو الفلاني. شغل لي فيديو كنت بسمعه من يومين على اليوتيوب، مثلا ابحث لي على جوجل على كذا. يا جماعه الموضوع فعلا لما تجربه كده هتحس ان الموضوع غريب جدا، تحس فعلا ان انت بتتكلم مع انسان مش اي اي اطلاقا. ده غير انك تقدر تبحث في الجاليري بالاوامر الصوتيه، او في السيتنج في الاعدادات تقدر تبحث عن الاعداد الفلاني بالاوامر الصوتيه. اما الميزه الثانيه اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي وهي ميزه تسجيل المكالمات وتلخيصها وتحويلها لنصوص. حرفيا تقدر تسجل المكالمه ومش بس كده، لا تلخصها، مش بس كده، ده انت تحولها كمان لنص مكتوب تقدر تطبعه او تعمل بيه اي حاجه انت عايزها. والميزه الثالثه هي ميزه الناو بريف، اللي حرفيا الجهاز بيفهمك بعد استخدامك للموبايل فتره معينه، ويبدا كده ياخد عليك ويفهمك كانه واحد صاحبك. بيبدا يديك اختيارات وتنبيهات وتذكيرات خاصه بيك على شاشه القفل من بره، زي مثلا ماتش مثلا انت كنت بحثت عنه من يومين لفريقك اللي انت بتشجعه، يبدا يطلع لك نوتيفيكيشن كده يقول لك الماتش ده هيشتغل كمان نص ساعه، الماتش ده شغال دلوقتي. حاجات كده كلها خاصه بحياتك. اما بقى النصيب الاكبر من مميزات الذكاء الاصطناعي الاي اي راحت للكاميرات والتصوير والفيديوهات والحركات دي. ففي ميزه جديده اسمها ميزه الاوتو تريم، ودي عباره عن انك بتصور 3 4 مقاطع فيديو وتديهم للذكاء الاصطناعي، او تدخل كده تقول للموبايل بتاعك يا عم انا عايز الثلاث اربع مقاطع دول عباره عن مقطع فيديو واحد امسي بيه كده على متابعيني على السوشيال ميديا، ويبدا كده ببساطه يعمل لك فيديو جامد جدا. ومش هنسى ميزه الاوديو اريسر، دي يا جماعه عباره عن انك لو مصور فيديو، الفيديو ده فيه وش كتير وصوت عربيات وكلام ناس في الخلفيه، بضغطه زر واحده زي ما انت شايف قدامك كده، خطوات بسيطه جدا بيبدا يشيل لك الصوت اللي في الخلفيه ويفضل صوتك انت بس. ده غير في التصوير سواء فيديو او صوره بيبدا يحلل لك المشهد ويبدا يجيب لك فلاتر تناسب الكادر. سواء انت بتصور صوره بيبدا برضو يعرض عليك الكادر المناسب، اللقطه المميزه. الحاجات دي كلها بتتم بالذكاء الاصطناعي بشكل جامد جدا. ومش هقول لك في اخر الفيديو غير انك تحفظ الفيديو ده عندك وتعمل لايك وتتابعنا علشان يوصلك الجديد اول باول، واستنى الجزء الثاني.